المحاشي السورية من أطيب أنواع المحاشي، واليوم رح أعملكم إياها على الطريقة الحلبية، يعني ما في كمون، تطلع معكم هيك منهنها مثل الراحة وعم تلمع لمع. هيك أصول المحاشي الحلبية أنه تطلع معكم هي اللمعة. بيلزمنا لأكلة المحشي لحمة لازم تكون مدهنة، يعني نصها دهنة، وكوسة وباذنجان هدول محفورين حفرناهم وخلصنا، كاستين من الرز منقوعين، دبس بندورة، وفي عندي هون بهار الحلبي أو بهار مشكل وملح. هاي اللحمة نص كيلو ما رح حطها كلها، رح حط ربع الكيلو مشان كاستين رز، ربع كيلو بكفي. معلقة صغيرة من بهار الحلبي ومعلقة صغيرة من ملح الطعام، ومعلقتين كبار من معلقة طعام دبس البندورة أو معجون الطماطم. من كتر دبس البندورة أو معجون الطماطم مشان تطلع الحشوة لونها أحمر هيك أصولها. وبتضيفي للحشوة معلقة سمنة بتعطي للمحشي هيك لمعة ظريفة. وكمان بدنا نضيف نص كاس الزيت، زيت نباتي عادي كمان مشان يطلع معنا منغنغ وغير شكل. بتخلطيها المكونات بقلب بعضها وهيك الحشوة جاهزة. نبلش نحشي بالكوسة أول شي وبعدين بالباذنجان. الكوسة بيتحمل حرارة أكتر من الباذنجان مشان هيك بنحطه من تحت وبعدين بنحط الباذنجان من فوق. تعبيها المحاشي 3/4، يعني لا تعبيها لفوق وتركي ربعة فاضي، ولا تنسي تخبطيها بإيدك لحتى تنزل الحشوة لتحت. رح صفطهم هيك للكوسايات وفوق منهم باذنجانات. اخواتي في ناس بتحب تحط لحمة بعظمه أو عصاعيس تحت المحاشي، أنا بلاقيه هيك أطيب وأخف وأظرف، ما بعرف انتو شو رأيكم. بنحط فوق منهم هي التتقيلة وخلونا نحضر مع بعضنا المرقة اللي هي عبارة عن معلقتين كبار من دبس البندورة ومعلقة من الثوم المدقوق، طبعا حاط له ملح، وبعدين بنحط مي نخلطهم هيك حتى يذوبوا تماما بالمي، وبعدين بنضيف لهم النعناع اليابس. النعناع اليابس أساسي بالنسبة للمحاشي وبنكتر كمان. وبعدين إذا لقيناها الدلعة بنحط لها شوية ملح وبعدين بنسكبها فوق المحاشي. رح أضيف لها المرقة نص معلقة ملح وحرك هيك واسكبها للمرقة فوق المحشي. اخواتي كمية المرقة قليلة، لازم نضيف مي لحتى ينغمر المحشي بالمي، مشان هيك رح أضيف كمان لتر من المي، يعني مو كمية مو محددة، شيء إنه ينغمر معك المحشي. بسكري طنجرة المحشي وبتتركيه على نار قوية لحتى يغلي المحشي، وشي غلى المحشي بتنوصي عليه على الأخير وبتتركيه على النار حوالي ساعة. هيك بتطلع معك حبة الرز واقفة مدردرة. وإذا بتحبيه للمحشي لهلط تتركيه على النار أكتر من ساعة. في ناس بتحب تقلب طنجرة المحشي بالصواني، بس أنا بحب اسكبه هيك حبة حبة. بتاخدي كاسة مي باردة وبتغطسي فيها إيدك